السلام عليكم لا فامي. في هاد لا فيديو غادي نوريك كيفاش غادي تفورماتي التليفون ديالك بلا ما يمشي لك حتى لابليكاسيون من التليفون ديالك. يعني لابليكاسيون اللي عندك في التليفون غادي يبقاو، وهذه الطريقة مضمونة ومجربة. عندك الريدمي، عندك شاومي. هاد لا فيديو راه ديالك. كنصحك انه تفرج من الاول حتى الاخر باش تفهم اش كنشرح في هاد لا فيديو هذا. ما عليك تتبع معايا من الاول حتى الاخر باش تفهم الطريقه باش تفورماتي التليفون ديالك. ويعني بطريقه يعني راني جربتها وما مشى لي حتى ابليكاسيون، وداكشي يعني طريقه مضمونه. اولا غادي ندخلوا للاعدادات. من الاعدادات غادي نهبطوا، ها هي غادي نهبطوا للتطبيقات. يعني هاد الطريقه راني جربتها ومضمونه. اداره التطبيقات، ها هي الاختيار الثاني. هنا كما كتشوف غادي نمشيو لهاد ثلاثة النقط اللي على اليسار ديالنا، وغادي نهبطوا الاختيار الثالث اللي هو إعادة تعيين تفضيلات التطبيق، يعني اختيار الثالث. كما كتشوف عطانا هاد الطابلو ولا هاد اللائحة هادي: لن تفقد أي بيانات في التطبيق. بمعنى أنه غادي تفورماتي التليفون ديالك وما تخاف من حتى شي حاجة، حتى شي أبليكاسيون ما غادي يمشي لك. وهاد الطريقة أنا جربتها والتليفون ديالي ولا خفيف وما مشى ليه حتى الأبليكاسيون حتى شي حاجة، كلشي بقى في بلاصتو. وإنما كيمسح دوك الملفات يعني اللي زايدين. المهم الحاجة اللي كتقل التليفون ديالك كيمسحها. لهذا كدير إعادة تعيين التطبيق، وهكا كتفورماط التليفون ديالك ويعني بكل سهولة، وكيعطيك التليفون عاوتاني جديد وخفيف وظريف. كنتمنى الى عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش علينا بواحد اللايك وواحد الاشتراك بالقناة، ونشوفكم في لا فيديو جديد، وشكرا للمتابعة. علي الكريم.